كنت قاعد في ركني المعتاد في الكافيه الأسبوع اللي فات لما شفت حاجة وقفتني تماماً. في واد هنسميه ماركوس في أوائل العشرينات، بيشتغل ورا الكاونتر، بيوازن بين المحاضرات والشفتات المزدوجة، طموح، جوعان للنجاح، نوع الطاقة اللي بتفكرك ليه دخلت اللعبة دي من الأساس. وبعدين اتفرجت عليه هو بيروح لراجل أكبر سناً لابس بدلة، واحد بشوفه كتير، مش بيبتسم أبداً، دايماً شكله إن الدنيا مدينة له. ماركوس طلب منه نصيحة في البيزنس، إزاي ينجح، إزاي يتقدم. والراجل ده هنسميه ريتشارد علشان كده كان بيتصرف، راح مسحه في الأرض. جيلكم كسلان، ما تعرفوش حاجة عن الشغل الحقيقي، عايزين كل حاجة تيجي على طبق. ماركوس حاول يفسر إنه بيشتغل شغلتين، في الكلية عنده خطط، بس ريتشارد حتى ما سابوش يكمل. ما قدرتش أقعد كده، فقمت روحت بصيت في عين ريتشارد وقلت حاجة زي كده: الأوقات اتغيرت، التحديات مختلفة، الواد ده بيشتغل أكتر من معظم الناس اللي أعرفها، وبدل ما تساعده أنت بتهده. المفروض نوجه الجيل الجاي، مش ندمر ثقتهم في نفسهم. هل غيرت رأي ريتشارد؟ على الأرجح لأ، بعض الناس عنيدة، بس ماركوس قعدت معاه ساعة، شاركت كل حاجة كنت أتمنى حد يقولها لي في سنه. وبعدين فكرت، في ملايين زي ماركوس برا، شباب متحمس بيدور على نصيحة حقيقية، مش كلام فاضي، مش اشتغل أكتر الفرغة، استراتيجيات حقيقية تنفع. فالنهاردة أنا هشرح ال5 مبادئ اللي اديتهم لماركوس، نفسهم اللي خدوني من مفلس لأول مليون قبل ال30. اتفرج معايا لمدة 10 دقايق الجايين وهوريك بالظبط إزاي تعملها. إليك المبدأ الأول: بطل تهوس بالملايين، ابدأ اشحذ فأسك. بص، لأول 10 سنين من حياتك انت طفل، ال10 الجايين محبوس في فصل بتتعلم نظريات فيثاغورس وشكسبير، حاجات ملهاش أي فايدة في كسب الفلوس. فلما توصل ل20 وتشوف ناس في سنك بيسوقوا لامبورجيني على الانستجرام، سهل تحس إنك متأخر، إنك فاتك حاجة، إن كل الناس فاهمة غيرك. بس إليك الحقيقة، أنت مش متأخر، أنت لسه بتبدأ. ودي النقطة اللي معظم الناس بيغلطوا فيها، بيحاولوا يطيروا للفلوس على طول، بيبدأوا بيزنس علشان الأغنياء بيعملوا كده، بس بيعملوا المعادل لمحاولة قطع شجرة بفأس بليد، مرهق مش بينفع، وبيستسلموا. بدل كده محتاج تشحد فأسك الأول، اتقن مهارة دخل عالي. مهارة الدخل العالي هي حاجة ممكن تكسبك على الأقل $10,000 في الشهر. مونتاج فيديو، كتابة إعلانات، مبيعات، برمجة، تسويق رقمي. أعرف واحد هنسميه دانيال، اتعلم مونتاج فيديو في الثانوي، لما اتخرج كان بيعمل $10,000 في الشهر مونتاج لقنوات يوتيوب وشركات صغيرة. بس إليك اللي كان أهم من الفلوس، الأبواب اللي فتحتها. كان بيشتغل مع رواد أعمال ناجحين، بيحصل على معلومات معظم الناس بتدفع آلاف عليها، بيتعلم إزاي الصفقات بتمشي، إزاي البيزنس بيكبر، إزاي الأغنياء بيفكروا. دي القوة الحقيقية لمهارة الدخل العالي، مش بس الدخل، الوصول. فاختار مهارة أو 2 تتماشى مع المكان اللي عايز توصله. لو عايز تملك بيزنس، اتعلم مبيعات أو تسويق. لو عايز تشتغل في التكنولوجيا، اتعلم برمجة. لو عايز حرية إبداعية، اتعلم تصميم أو مونتاج. وما تستعجلش، ده شحذ الفأس بياخد وقت، دي ماراثون مش سباق سريع. مش محتاج تبقى مليونير في 25، محتاج تبني مهارات تخليك مليونير في 35 وتفضل غني طول حياتك. الفؤوس الحادة بتقطع نظيف، البليدة بتضيع الوقت بس. تمام، شحذت فأسك، بتكسب فلوس. دلوقتي إليك المبدأ التاني، ودي النقطة اللي معظم الناس بيدمروا فيها مستقبلهم. بطل تلمس فلوسك. فلوسك زي كومة بسكويت، كل ما تمسكهم أكتر كل ما يتفتتوا. كل مرة تحركهم، تتاجر بيهم، تستثمرهم في مخطط جديد، انت بتاخد قرارات غلط بس. تعرف ازاي وارن بافيت عمل 99% من $137 مليار بعد سن ال50؟ الفايدة المركبة. بس الفايدة المركبة بتشتغل بس لو بطلت تعبث بفلوسك.
الشباب بيحلموا بالزجاجات والعربيات الرياضية. التوفير، الاستثمار ممل. بس إليك الحقيقة، إنك تعمل مليون مرة واحدة مش حاجة مميزة. إنك تحافظ عليه وتكبره ل10 مليون دي اللعبة. فإليك اللي تعمله، ابعد فلوسك عن نفسك بأسرع ما يمكن. اقفلها في استثمارات مش تقدر تلمسها، مش تقدر تبيعها، مش تقدر تتاجر بيها. لما كنت أصغر عملت قاعدة: ما بيعش أسهمي طويلة المدى أبداً. دلوقتي الاستثمارات دي بتولد حوالي 177 ألف دولار في الأسبوع دخل سلبي. بعيش من اللي بينتجوه، ما بلمسش الأساس أبداً. وإليك الحاجة، بمجرد ما استثمرت الفلوس دي بطلت أشوفها إنها بتاعتي، راحت ماتت بالنسبة لي، وده ولع نار جوايا. دايماً حسيت إني مفلس، فدايماً اشتغلت للمزيد. زي الملاكم اللي بيتمرن في صالة خربانة مقابل اللي في المنشأة الفاخرة، الجوعان بيكسب عادة. فقرر دلوقتي كام في المية من دخلك هتستثمر كل شهر، مش مبلغ بالدولار، نسبة مئوية، علشان كل ما تكسب أكتر استثماراتك تكبر كمان. يعني مثلا إنك تستثمر 250 دولار في الشهر في صندوق مؤشرات منخفض التكلفة بمتوسط عائد 10% سنوي، في 40 سنة 1.5 مليون دولار. السوق بيطلع وينزل، بس ال S&P 500 متوسطه كان تقريباً 11% على مدار العقد الأخير. إليك اللي واحد من أصحابي عمله، ظبط تطبيق الاستثمار بتاعه يستثمر 5 دولار كل يوم تلقائي، سعر قهوة. بعد 10 شهور عمل حوالي 200 دولار بعائد 11%. مش المبلغ المهم، الاستمرارية. أتمته، انساه، سيبه يكبر، اقفله، سيبه يتضاعف، ما تلمسوش أبداً. دلوقتي إليك المبدأ الثالث، ودي اللي بتفرق بين الحالمين والعاملين. بطل تخاف من الفشل، ابدأ تخاف من الندم. انت فاكر انك خايف من الفشل، بس مش كده. انت خايف من اللي الناس هتفكر فيه لو فشلت. اتكلمت مع ناس كتير زي ماركوس، أحلام كبيرة بس مشلولين، خايفين يسيبوا الوظيفة، خايفين يبدأوا البزنس، خايفين ياخدوا المخاطرة. بس إليك الموضوع، لو بتعمل اللي كل الناس بتعمله هتحصل على اللي كل الناس بتحصل عليه. أخذ مخاطر محسوبة هو الطريقة الوحيدة إنك تتقدم. بعض المخاطر مش بتنفع، بس لما تكون شاب عندك ميزة كبيرة واحدة، الوقت. لو عندك الوقت ده، خوفك لازم يكون في أقل مستوى. تقدر تفشل، تقدر تتعافى. فاكر لما كنت بفكر أسيب شغلي كنجار، مديري كان كابوس، كنت بائس بس كنت مرعوب. لو مش لقيت شغل، لو الناس فكرت إني مستسلم، خدت المخاطرة، استقلت، وكان أحسن قرار خدته في حياتي. لو سمحت للخوف يكسب، ما كنتش هكون هنا. ده بينطبق على الفلوس كمان. لما تكون شاب مش المفروض تستثمر في سندات وذهب، دي للناس الأكبر زيي اللي عايزين يحموا الثروة. عندك وقت، يعني تقدر تاخد مخاطرة أكبر. لو السوق انهار عندك عقود تتعافى، أنا مش عندي. الخطر الحقيقي مش الفشل، إنك توصل ل50 وتقول كنت أتمنى جربت، كان عندي فكرة مرة، كان لازم أعملها. لو ميزانك بيبان كده، وقت كتير، عواقب قليلة، فبطل تفكر كتير. كن شجاعا، اقتنص الفرص. الفشل مش العدو، مجرد اختبار. كل شخص ناجح تعجب بيه فشل مئات المرات. النجاح هو المكافأة على تحمل الفشل والتعلم منه. خاف من الفشل أقل، خاف من الندم أكتر. تمام، بتاخد مخاطرة، بتبني مهارات، بس إليك المبدأ الرابع، وده عن حاجة معظم الناس بتوقف تعملها بدري قوي. ما توقفش أبداً عن التعليم. في حاجة اسمها تأثير دانينج-كروجر، بتوضح إزاي المعرفة بتأثر على الثقة. معظم الناس بيعلقوا على جبل الغباء، بيفتكروا إنهم عارفين كل حاجة فبيوقفوا يتعلموا. الإيرجنس تراب. بيفتكروا الغنى حظ، بس مش كده. مهارة ممكن تتعلم، والتعلم مش بيقف أبداً. أنا عجوز، بس لسه بستخدم يوتيوب، تيك توك، الأخبار المالية، باقي متحدث، وده بيخليني ألاقي فرص قبل الناس التانية في سني.
كل ما أقابل حد جديد بتحدى نفسي أتعلم حاجة منه ما كنتش أعرفها. ده بيخليني متواضع علشان حتى في سني مش عارف كل حاجة. لو ما كنتش اتعلمت عن الكريبتو في 2019 ما كنتش استثمرت جزء صغير من محفظتي وعملت عوائد جامدة. بس العالم الغربي بيعلمنا العكس. روح المدرسة لحد 18، الكلية ل3 سنين، بعدين خلصت، التعلم خلص. فمعظم الناس بتوقف التعلم في العشرينات والعالم يكمل يتقدم من غيرهم. دماغك زي الكمبيوتر، لو ما تحدثش السوفت وير بيتعطل، لو ما مسحش الفيروسات المعرفة القديمة بيكراش. الجملة لو ما تستخدموش هتخسروا ما كانتش أصدق من دلوقتي. لو ما كملتش أتعلم كنت هكون قاعد على شرفة دلوقتي بريالاتي بتسيل مش فاهم حاجة من اللي بيحصل. فافضل طالب، اتعلم من الناس اللي قدامك، احترم العملية، مش هتقدر تطير للنهاية. فضل تحدث دماغك ولا هيكشوش. وإليك المبدأ الخامس اللي ممكن يكون الأهم، طور دايرتك. دراسة 2024 لقت إن كل زيادة 10% في الأصحاب الأغنياء بتزود فرصتك في الاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 3%، وفرصتك في التوفير بنسبة 5%. مش علشان الأغنياء بيدوك فلوس، علشان بيطبعوا سلوكيات بتودي للثروة. بنزل فيديوهات عن الاستثمار والناس دايما بتعلق، لو ده بسيط كده ليه مش كل الناس بتعمله؟ علشان دايرتهم مش بتعمله، محاطين بناس بتفتكر الاستثمار خطر، معقد أو للأغنياء. بس بمجرد ما يكون عندك أصحاب بيستثمروا، بيبدأوا بيزنس، بياخدوا مخاطر محسوبة، بيبطل مخيف، بيبقى عادي. مش بقول اترك أصحابك القدام، مش بقول تصاحب حد علشان غني بس انضم الأماكن الناس الناجحة بتقضي وقت فيها. هتصاحب ناس طبيعي، والصداقات دي هتغير طريقة تفكيرك، علشان الثروة مش بس فلوس، عقلية، والعقلية معدية. دايرتك بتحدد سقفك، اختار بحكمة. لو وصلت لحد هنا أنا عارف خلاص إنك هتنجح. أنت شاب طموح جوعان للنصيحة الحقيقية. أنا بحب الناس زيك، انتوا العمود الفقري للعالم. أنا هموت في الآخر، وكمان العجايز التانية، وبعدين الدور عليكم. انتوا القادة المستقبليين المبتكرين اللي هيشكلوا الجاي. فما تخافش تجري ورا اللي عايزه، ما تسمحش الناس زي ريتشارد يهدوك. لسه في عجايز زي بيفهموا، بيهتموا، هيدافعوا عنك. وعندك كلمتي، دايما هقف مع الجيل الجاي. فإليك اللي غطيناه، اشحذ فأسك بمهارات الدخل العالي، اقفل فلوسك وسيبها تتضاعف. بطل تخاف من الفشل وابدأ تخاف من الندم. ما توقفش أبداً عن التعلم، طور دايرتك. بس إليك الحقيقة، معظم الناس هتتفرج على ده وتوافق وما تعملش حاجة. هيرجعوا للسكرولينج، للشكوى، ليوم من الأيام. بس انت هتختار مبدأ واحد وهتتصرف عليه الأسبوع ده، علشان الفرق بين الحالمين والعاملين مش الموهبة، الفعل. المستقبل مستني يا ماركوس، روح خده.